ازاي هيئ طفل صغير ان هو يبدأ يصوم معانا للسنة الاولى ليه؟ اول حاجة كده الصيام نبدأ اليومين دول مع الاطفال. يعني قبل رمضان كده نبدأ نجهزهم شوية بشوية، ما ندخلش في رمضان على طول. ونقول له يلا هنصوم، لا نبدأ معاه قبليها بكام يوم كده نبدأ ندربه على الصيام. تاني حاجة ان الطفل ما بناخدوش نقول له ايه انت هتصوم الفترة كلها، لا زي ما اتعودنا واحنا صغيرين كده. هنصوم ساعتين النهاردة، بكرة 3 ساعات، هنصوم لحد الظهر، هنصوم لحد العصر، هنصوم لحد المغرب. وكل شوية الفترة بتزيد حبة بحبة، بيكون الطفل قدر يتعود على الصيام معانا. تالت حاجة بقى تعمليها كمان ان انت تأخري السحور للطفل، ده بيساعده جدا ان هو يبقى ما يجوعش بسرعة، وان هو يقدر يتحمل الصيام فترة اطول. ولو الطفل فعلا معانا صام لازم تشكريه وتمدحيه، وتحسسيه ان هو فعلا عامل انجاز، وتيجي كده قدام الناس وتتكلمي عنه. يعني والله يا تيتا ده احمد شاطر جدا، ده صام لحد العصر النهارده، لا ده بقى شطور وبيصوم معانا وكبر بقى كده وبقى راجل. يعني لازم تحسسيه ان هو بيعمل حاجة، ما تقلليش منه. يعني ما تقلليش من انجاز اللي بيعمله، ما تقوليش ده بيصوم لحد الظهر بس هو ده صيام، ده ملوش لازمة اللي هو بيعمله ده. لا حسسيه ان هو بيعمل حاجة عشان يقدر يكمل معاكي. كمان خلي فيه تحفيز ما بين الاطفال مش مقارنة. يعني ايه؟ مين فيكم اللي هيصوم فترة اطول، مين الشطور اللي هيصوم اسبوعين، مين الشطور اللي هيصوم الشهر كله، هيبقى ليه جايزة طبعا ومكافأة. انما ما تقولولوش اللي قدك بيصوموا انت مش قادر تصوم، اصل ده انت عيل اهبل، ده صحابك كلهم صايمين، اشمعنى انت اللي قاعد لي كده مش صايم؟ متعمليش معاك. وعشان تعلي كمان عنده حتة ان هو يبقى قادر يكمل معاك الصيام وانه يصوم فترة اطول، ابدأي اعملي له جوائز او مكافآت. يعني لو صمت النهاردة اليوم كله ليك جايزة كذا، لو صمت اسبوع على بعضه ليك جايزة كذا، لو صمت بقى الشهر على بعضه وما فطرتش ولا يوم، لا ده انت ليك هدية بقى كبيرة عندي. حاولي تحفزيه كده عشان يبقى عنده دافع ان هو يصوم ويكمل الصيام معاكي. في اطفال كده ممكن تيجي في نص اليوم وتتعب، طيب تعملي ايه بقى؟ حاولي تلهيه. يعني ايه الهيه؟ يعني مثلا قولي له قوم العب، قوم اتفرج على التلفزيون، قوم امسك الموبايل شويه، نيميه. يعني نام لحد ما وقت الاذان يأذن، او لحد ما انت مثلا هتفطر لحد العصر، لسه فاضل ساعه، طب نام الساعه دي لحد ما العصر يدن وانا هصحيك تفطر. يعني حاولي تخلي ايه الطفل ملهي لحد ما يجي الوقت اللي انتم متفقين. ما تنسيش كمان بقى عشان تحفزي الطفل اكتر ان هو يصوم معاكي، تبدأي تكلميه عن فوائد الصيام، وان احنا ليه كمسلمين بنصوم. يعني مثلا الصيام دون ركن من اركان الاسلام، زي ما لازم الناس عشان هي مسلمة تصلي لازم برضو تصوم عشان تبقى مسلمة. كمان المسلمين اللي بيصوموا دول هيخشوا الجنة، وان في باب من ابواب الجنة ده مش هيدخل منه غير الصائمين فقط، وهو باب الريان.